الناس يتعلمون، إذا بقينا احنا نتأخروا قال ما نحرش وندير فتنة. أي فتنة؟ الفتنة كل الفتنة في تجهيل الناس. نحن من المفروض أن نكون قدوة لغيرنا في التزامنا وما إلى ذلك. بعضهم يروح يصلي الجماعة في هذا يصلي في غابة وهذا يصلي في محلات ومستودعات. يعني وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ يعني أنت تتصور أن ولي الأمر منع من الاجتماع على الصلاة في المساجد، يعني هكذا نكاية في المسلمين وتعطيلا لشعيرة من شعائر الله جل وعلا؟ نظن هذا بولاة أمورنا؟ كلا، فعل هذا لأجل هذه المصلحة الشرعية، لأنه مسؤول وهذه أمانة في عنقه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والقصد من هذا حتى لا أطيل في هذا السؤال أن نستشعر بعظم هذا الأمر وبقدر المسؤولية حتى لا نكون سببا في أذية إخواننا المسلمين في بلدنا هذا وفي سائر بلاد الإسلام. الأمور الأخرى المتعلقة بالأحكام التفصيلية والفرعية كالتباعد في المساجد، هذه مسألة احنا في الحقيقة نرجع فيها لعلمائنا، وعلماؤنا قد أفتوا في هذه المسألة. قد يخالف من يخالف، ومثل هذه الخلافات الفقهية الفرعية ليست وليدة اليوم أو وليدة هذا الوباء، هذه قديمة. والإنسان في هذا الباب يمشي مع ما ترجح لديه من غير أن يحدث البلبلة وكثر الكلام وما إلى ذلك. الناس الآن جعلوا أنفسهم أوصياء على غيرهم. يا أخي أنت أخوك اقتنع بما قاله جمع من العلماء، انظر إلى أدب علمائنا. الشيخ العباد كان قال قول في بداية هذا الأمر، فلما بلغه أن هيئة كبار العلماء أصدرت بيان فيه هذه الفتوى بجواز الصلاة مع صلاة الجماعة مع التباعد لأجل هذا الوباء، الناس راهم يتكلموا على هذه المسألة من الناحية الفقهية، يعني متغافلين عن الأمر الاستثنائي الذي لأجله جاءت هذه الفتوى، كأنه ما في شيء استثنائي. ولا يا إخوان، القضية كلها تكمن في هذا الأمر. هذا شيء استثنائي، علة من العلل، والحكم يدور في مثل هذه الحالات مع علته وجودا وعدما. فما دام هذه العلة موجودة وأفتى من أفتى بجواز هذا مع التباعد وصحة الصلاة، هذا قول لنا أن نأخذ به. أما إذا غيرنا رأى غير هذا نحن لا نشنع عليه، ولكن هو كذلك لا يشوش على إخوانه، إن هذه الفتوى صادرة عن كبار علماء. قلت الشيخ العباد رجع عن قوله إلى قول العلماء، قال هذا الذي قلته اسحبوه وردوه ولا تقبلوه، وعليكم بما قال الكبار. هذا من أدبهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا.